لما ده شكلنا في الدوري، امال في افريقيا هنعمل ايه؟ الاهلي بيمر بظروف عصيبه، هتخلص امتى؟ الله اعلم. الفرقه هتبتدي تحط رجليها على الطريق السليم تاني امتى؟ الله اعلم. رحنا جبنا لعيب على المطار عشان يلعب كاس عالم واهو مش فايدني في حاجه. رحت جبت تريزيجيه واشتريت بقيت عقده بقد كده وبرضه ما استفدتش بيه حاجه. فين ولاد النادي؟ وفين روح الفالنة؟ وفين الرجولة والأداء والروح والبلاس 90؟ الحكم كل ما بيدي وقت ضايع زيادة أنا بقلق. شفتوا وصلتونا لفين؟ أتمنى إن كابتن سيد عبد الحفيظ بما إنه مسؤول ملف الكورة يظبط العيال دي بقى. لما نلاقيكم رجالة بتلعبوا كده رجالة ساعتها نحطكم على راسنا تاني. احنا لما بنيجي بنشجع النادي، ما بنشجعكوش انتوا، ما بنشجعش اشخاص، عشان انتوا ما بتعملوش حاجه ووجودكم زي عدمه. ولو طلعنا 5 6 من قطاع الناشئين هيبقوا برقابيكم. هتدوروا على مهاجم في يناير، عندنا حمزه عبد الكريم الله اكبر عليه، انصاف الفرص بيستغلها جوان. ريت نركز في الجاي مع كولر. حمزه عبد الكريم وجلال عطيه اتصعدوا وما شفناهمش، ما خدوش فرصتهم الصح علشان نحكم عليهم. فياريت ان يبقى فيه عقل شويه ويبقى فيه تفكير لمصلحه النادي والفريق. بس كده.